اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب كده تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. حبايب قلبي في كل مكان، برا مصر وجوه مصر، أشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي مخلينا أستمر معاكم. يا رب كده نكبر كده وقنواتنا تكبر بيكم ونكبر كلنا جميعا مع بعض. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. بصراحة أنا قاعدة محتارة هنتغدى ايه. فافتكرت ان انا كنت بحوش الاجنحه بتاعت الفراخ. كنت بحوشها كل ما كنت مثلا اشتري فرختين ولا حاجه، اقوم جايه محوشه الاجنحه، احطهم في كيس كده وعينهم في الفريزر. فافتكرت ان انا عندي اجنحه، فقلت اما اطلعها اعملها وصفه النهارده وغدا. فالنهارده احنا معانا الاجنحه ديت، ما اعرفش هي قد ايه لان انا مش شاريها بصراحه، انا محوشاها. معانا بصل، هعملها بالبصل والطماطم. معانا بصله اهون، بصله كبيره كده قطعتها زي ما انتم شايفين كده اجنحه اهي. ومعانا جوز طماطمات بس. وهنعمل الاجنحه وهنعمل الاجنحه بتاعتنا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا الاجنحه بتاعتنا مغسوله ونقعينها زي الفل اهي، ولا زفره ولا اي حاجه، نقعينها بالخل والليمون والملح والميه والسكر. فاحنا هنرش عليها كده رشه فلفل اسود اهي، رشه كده صغيره ما نكترش عشان ما تسودش معانا. معانا معانا معلقه كمون اهي، نرش عليها كده معلقه كمون صغيره. معانا تاني؟ معانا حبهان مطحون. حبهان مطحون، نحط كده رشه حبهان مطحون على على الاجنحه بتاعتنا ونمسكها نتعمل. معلقه صغيره ملح. هنمسك بقى الاجنحه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده نتبلها كده بالبهارات اللي احنا حطيناها دي. مش هنعملها يعني بأسهل طريقة، دي أسهل طريقة لعمل الأجنحة وسهلة ومش هتاخد معانا حاجة. نمسكها كده نغلفها كلها بالبهارات زي ما انتم شايفين كده اهو. نسيبها بقى كده شوية يعني 5 دقايق كده ونشوف هنعمل ايه على النار. حطينا عليها البصل حبايب قلبي، حطينا على الأجنحة البصل زي ما انتم شايفين اهو. جينا هنا على النار، حطينا طاسة كبيرة هننزل بالأجنحة بتاعتنا. هنبدأ بقى نحط بصوا الطماطمات اللي احنا مقطعينهم دول كده عليها. جبنا معلقة كده هريسة شطة، طبعا احنا عاملينها مع بعض على القناة. هريسة شطة كده حرقة شوية هتخليها تروح في حتة تانية خالص. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، هنبدأ نقلبها. هتبقى أجنحة والله ريحة جميلة، مش قادرة والله أوصف لكم الريحة. خلاص حبايبي، هنسيبها بقى كده مع بعضيها تستوي كده مع بعض كده هنعمل جنب الأجنحة بتاعتنا مكرونة. حطينا مية اهيت على البوتاجاز تسخن المكرونة وهنعملها مع بعض. اما المية تسخن تسخن كده تبدأ عايزة تغلي كده، نقوم حاطين المكرونة. خلاص حبايب قلب، المية غلت، هننزل معلقة زيت بس كده فيها عشان المكرونة بتاعتنا. هننزل كده كيس مكرونة. وده كمان نص كيس، يعني كيس ونص مكرونة. سيبها بقى نعلق عليها بقى تسلق شوية. ما بحبش اسلقها قوي، يعني هي دوبك كده، ولا بحب احطها طرية يعني نص سلقة كده، لان ما بحبش احطها طرية في التسبيك، ولا احبها تستوي قوي. نص سلقة كده وخلاص. هنغطي عليها بقى ونبص على الأجنحة بتاعتنا اهي. خلاص انا مديه عليها البوتاجاز تستوي براحتها. بسم الله ما شاء الله، ريحتها طالعه جميله. نقلبها كده، اعملي كده
كل ما تذبحي مثلا فرخه ولا حاجه، ولا تشتري جوز فرخات ولا حاجه، تقوم عاينه الاجنحه. بينفعوا تعملوهم مره لوحدهم كده غدا ولا حاجه. اهو هنسيبهم بقى ايه يستووا، هنغطي عليهم تاني ونسيبهم يستووا. ودي المكرونه بتاعتنا اهي حبايب قلبي، خلاص هننزلها بقى من على النار، نصفيها ونعملها. جبنا كده صينيه حبايب قلبي بعد ما المكرونه بتاعتنا استرقت وصفينا عليها وسيبناها كده. هنجيب صينيه كده نحط فيها شويه زيت اهو، ننزل بالبصل، بصليه كده مخرطينها، بصليه صغيره عشان انا لازم ما تحطوش البصل كتير في المكرونه. خلاص حبايب قلبي، بصوا التسبيكه بتاعتنا انا مش عايزاها تنشف قوي. ليه؟ عشان احنا سالقين المكرونه نص سلقه كده. بصوا تشرب بقى من التسبيكه دي وتبقى ايه جميله، طعمه وجميله، شاربه من التسبيكه ايه المكرونيه كده، شاربه من التسبيكه وحلوه كده وايه لها طعم. لكن اللي بتبقى تتحط كده حبه تسبيكه صغيرين كده والمكرونه تتلف لفتين كده، لا. بصوا اهي انا بحب اعملها كده، خلي التسبيكه بتاعتها مش مسبكه ناشفه قوي اهو، تبقى جميله كده. بصوا وبحبها فيها طماطم كتير اهي. يا حبايب قلبي التصوير هي طماطمها بصوا هي حمرا خالص، بس الصوره جايه في التصوير ان هي بيضه، بس بصوا جميله جميله، شربت التسبيكه وجميله. هي دقيقتين كده وهنشيلها بقى من على النار. خلاص حبايب قلب المكرونه بتاعتنا استوت اهي، هنطفي عليها بقى. وعملنا المكرونه بتاعتنا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، هي جايه بيضه كده في التصوير اللي مبيضه، بس هي حمراء. والاجنحه بتاعتنا عملناها ولا تحمير ولا اي حاجه، تاكلها زي ما هي كده مع المكرونه، ولا حمرناها ولا جينا جنبها. وزي ما انتم شايفين ادي المكرونه بتاعتنا. وحطوا لايك للفيديو، واللي اول مره يشوف القناه يعمل اشتراك وحط لايك يا حبايبي، اللايكات ما تحرمش منكم ابدا. واشوف وشكم على خير في فيديو جديد.